خليكم معايا حتى النهايه ديال هذا الفيديو باش نشوف كيفاش نصايبوا السمن الحار بالطريقه ديال الوالده ديالي الله يرحمها، بالزبده البلديه. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا، مبروك عواشركم بالصحه والسلامه. باش ما تمنيتوا دخل علينا هذا العيد مبارك سعيد. المهم نصايبوا اليوم نصايبوا السمن الحار. تناخذوا الزبده تنغسلوها بالماء، تنبقاو ندلكوها وسط الماء، تنديروا الماء نقي ونبقاو ندلكو الزبده مزيان حتى كنحيدوا منها اللبن، وتنديروا الملحه حتى هي تنبقاو نغسلوها في وسط الماء والملح وتنبقاو ندلكوها. شوفوا كي كتولي، وكنحيد داك الماء ونعاود تاني ندير الماء حتى كتولي نقيه ما كيبقاش يخرج لنا الحليب او اللبن من الزبده. صافي غادي نقص شويه باش نصايبوا الزبده للاكل، والاخر غادي نديروا السمن حار. هاي نقص تقريبا النص وخليت النص. هذا غنزيد عليه الزعتر، نزيد الزعتر ونديرو في قراعي او زجاجات معقمين، ونسد عليه مزيان ونخليه في مكان سخون، مكان دافي في الكوزينه. صافي ومن بعد كنحصلوا على السمن بلدي يبقى حتى يولي حار، واللي تنديرو في الرفيسه ونديرو في الكسكسو ونديرو في الدجاج محمر، كاع الاكلات المغربيه. وها هما دابا غادي نسد عليهم صافي ونخليهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه ديال السمن، الطريقه ديال الوالده ديالي الله يرحمها. كنت كنشوفها كانت كتبقى تصايبها هكا، كنبقى تعجبني نبقى نشوف فيها. الى اللقاء.